السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل البسكوت التحفه ده، طعمه حلو قوي وكمان موفر جدا جدا. ببيضايه واحده وحبه زيت وحبه دقيق هتفرحي ولادك وهتعملي لهم احلى بسكوت على بيتي فور. هو واخد ميكس جميل كده من الاتنين وبطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص خالص. مش حابه اطول عليكم بقى كده في البدايه. يلا بقى نشوف الفيديو والطريقه كامله كده مع بعض. شغلنا كله النهارده هيبقى معتمد على الخلاط. معايا هنا بيضايه واحده هننزل بقى بيها في الخلاط بتاعنا، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا، ممكن تستبدليها فانيليا بودر عادي مفيش مشكله. ومعايا كمان ربع كوبايه من السكر حبيبات، ربع كوبايه من الشاي اللي هو المج العادي ده. بعد كده هنضرب بقى المكونات بتاعتنا ضرب ناعم خالص، ومن وقت للتاني هننزل السكر كده عشان يتضرب معانا كويس لحد ما ينعم معانا السكر خالص بالشكل ده. هننزل بقى عليه بكوبايه الا ربع من الزيت او تلت كوبايه كده من الزيت. هنحط بقى الزيت على البيض والسكر اللي احنا ضربناهم. الزيت لازم يكون زيت ذرة او زيت ملوش اي روايح. هنضربهم بقى كويس خالص. بعد كده بقى هننزل بيهم في البولة بتاعتنا، وهنحط عليهم معلقتين كبار من النشا. كمان نص معلقة من البيكنج باودر، كمان رشة ملح. طرف المعلقة كده. وبعد كده هننزل بقى بالدقيق بتاعنا شوية بشوية كده. ما ينفعش ان احنا ننزل بالدقيق بتاعنا كله. الدقيق بتاعنا معاكي من كوباية لكوباية وربع كده، على حسب حجم البضاية وعلى حسب امتصاص الزيت بقى مع الدقيق. وبرده على حسب نوع الدقيق بتاعك. هنلف بقى العجينة كده لف، مش هنعجن، احنا هنلمها كده في بعض لحد ما تبقى معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هنعمل بقى المقدار التاني بتاعنا اللي بالكاكاو. معايا هنا بيضاية برضو نفس المكونات هي. معايا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوباية من السكر، نضربهم ضرب ناعم خالص. وبعد كده ننزل عليهم بكوباية الا ربع من الزيت او تلت كوباية من الزيت. هنضربهم كده كويس، وبعد كده هننزل بقى بيهم في البولة بتاعتنا. بعد كده بقى نحط عليهم معلقتين النشا الكبار، وهنحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر. وبعدين حبة ملح كده، رشة ملح خفيفة، طرف معلقة صغيرة. وبعد كده هنقلب المكونات بقى، نحط عليهم الدقيق واحدة واحدة. مش هنحط الدقيق كله مرة واحدة، لازم تحطي كده واحدة واحدة لحد ما يوصل معاكي يعني لحد ما المكونات بتاعتك تبقى متماسكة كده، وتعرفي ان انتي بعد ما تلميها تعرفي ان انتي تشكليها زي ما انت عايزة. بس كده بقى، دي المكونات بتاعتنا اهي. لو انتي بقى في الصيف والدنيا حر معاكي، ممكن تحطي بقى العجينة بتاعتك في التلاجة لحد بقى ما تخلصي العجينة التانية. يعني انا حطيت العجينة بتاعة الفانيليا الاولانية دي، حطيتها في التلاجة لحد بقى ما اشكل العجينة دي بتاعة الكاكاو. هنشكلها بقى بالشكل ده قلب. ممكن تعمليها لو ما عندكيش القطاعة اللي انا شغالة بيها دي، ممكن تعمليها بغطا كوباية. بالكوباية عندك، اي كوباية عندك كده تشكليها بيها، تشكليها بقى بالقوالب اللي انت عايزاها او الشكل اللي انت حباه. انا كورت كده الكور العجينة بتاعتي كده، الكور بالشكل ده. وبرضو عندي شكل النجمة ده برضو عملته. طبعا لازم اكون دهنة الصينية دهنة كويسة كده من زيت، علشان ما يلزقش معايا العجين بقى بعد ما نحطه في الفرن، ما يلزقش معانا. وبرضو نفس الكلام عملتها في العجينة اللي هي بالفانيليا دي. هنعمل بقى نشكل كده كل المقدار بتاعنا، المقدارين في فرن سابق التسخين. هنحط بقى الصواني بتاعتنا فيه على درجة حرارة 180 من تحت بس. واول ما نحس ان هو استوى من تحت، حابين نولع الشواية نولع الشواية. هو هياخد معانا من ربع ساعة لنص ساعة كده. حاولوا بقى، بس اهم حاجة ما ياخدش لون كده غامق الابيض. ولازم بنحط مع المقدار بتاع الكاكاو واحدة او اتنين من البسكوت الابيض كده، علشان نعرف اذا كان سواه مظبوط ولا لسه. لان البسكوت اللي بالكاكاو مش بيبان السوا بتاعه المظبوط، لو كان لوحده مش هنقدر نعرفه بسهولة. وبعد كده بقى هنزينه بالشوكولاتة الخام دي. انا مسيحاها على بخار مائي. حطيتها بقى كده، سيحتها. او في الميكرويف تقدري تسيحها برضو في الميكرويف، ومعاها معلقة كبيرة كده من الزيت علشان تسهل معانا وتبقى لمعة وحلوة كده في التزيين.
هنعمل بقى سياحة الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة بنفس الطريقة كده على بخار مائي. وده بقى شكل البسكوت بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويا رب بقى تجربوا الطريقة بتاعتي دي، هي موفرة جدا وحلوة خالص. هنا بقى كده كنت بكمل تزيين بالفستق الكتاب. تقدروا بقى تزينوه بالشكل اللي يعجبكم وبالطريقة اللي انتوا تحبوها. بحط بقى كده حبة من الشوكولاتة واحط عليها الفستق الكتاب ده، انا عملته قبل كده معاكم على القناة. تقدروا برضو ان انتوا تحطوا بقى تعملوه زي البيتيفور، وتحطوا مربى في النص بقى، وتحطوا الاتنين في بعض. ولو لسه ما شفتوش برضو طريقة عمل الفستق الكداب هسيبهولكم في اخر الفيديو في الاي. اتمنى برضو الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، اشوفكم بقى في فيديوهات الجديدة اللي جاية. سلام عليكم.